اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء، يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو جديد، والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى نرحب بالناس الجديده، اهلا وسهلا بيكم في قناتي. في ناس كتيره لسه داخله جديد، انا سعيده ومبسوطه باشتراككم في قناتي، وان شاء الله يا رب تكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، وتعجبكم الوصفات اللي انا بنزلها. بننزل على قد ما بنقدر وصفات كده اقتصادية وبسيطة في ظل الغلو اللي احنا فيه. طبعا الناس اللي مش عارفاني، انا اسمي شيماء من اسكندرية. اتمنى ان انتوا تدعموني دايما، واكون عند حسن ظنكم دايما، وان شاء الله لو في حتى اي كومنت او اي تعليق او اي حاجة، انا بتقبل اي حاجة، فاكتبوا لي في التعليقات بحيث ان يبقى في تواصل ما بيننا دايما. النهارده بقى هنعمل البفتيك الكداب. بما ان اللحمه غاليه جدا، اي نعم احنا ما بنحبش الكذب، والكذب حرام، بس بما ان اللحمه الشرايح بقت غاليه جدا، فهنعملها النهارده باللحمه المفرومه وبربع كيلو بس، بطريقه بسيطه جدا جدا. اول حاجه كده كان عندي نص كوبايه فول صويا. فول صويا قلنا كذا مره ان هو بيحل المحل. الصويا عرفنا ان هو ليه فوائد كتيرة، بس طبعا للولاد لا مش كويس، فاللي بيبقى عنده ولاد هو عادي كده كده. الهمبرجر اكتر، الهمبرجر الجاهز بيبقى كله فول صويا، بس اللي عندها ولاد تحاول على قد ما تقدر ان هي ما تكترش منه، لان هو غلط على الولاد. لكن بالنسبة للبنات او بالنسبة للاكلات لا، هو مفيد جدا عادي لينا. فالمهم اول حاجة انا كان عندي نص كوباية بس، ما كانش عندي كتير. نقعتها في مية كده تترى شوية زي ما بتشوفتوا كده في اول الفيديو، وبعد ما نقعتها في ميه رحت مصفيها في المصفى بتاعتي، وبدات جبت بصله واحده بس حطيتها في الكبه فرمتها ناعم جدا، وبعدين حطيت عليها الفول الصويا برضو فرمته لحد لما ناعم، وبعدين بقيت انزل كده باللحمه شويه شويه كده. انا حطيت ربع كيلو لحمه على نص كوبايه الفول الصويا دي على البصله، وبدات ان انا افرمهم جامد. وبعد ما فرمتهم رحت حط عليها بيضه، وحطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه، اي بهارات بقى انتوا بتحبوها هتحطوها، وبتدوها ضربه برضو جامده كده. المهم تبقى كل المكونات ناعمه، لان احنا عايزين نعملها زي قطعه اللحمه اللي هي الشرايح، فلازم نعمل كده. وجبت اللي هو الاسترتش ده اللي انتوا شايفينه، وبدات اللي انا اقسمه كده جزء فوق وجزء تحت، وبقيت احط كده معلقه من الكبه اللي عندي وافرد كده، ويعني احط الكيس فوقيها وافرد كده واقص بقى كل واحده في كيسه لوحدها، عشان خاطر توصلوا للنتيجه دي. مش هينفع ان انتوا تفردوها بايديكم ولا كده، لازم بزيت او باي حاجه، فعشان ما فيش زيت فانا حطيتها في الاسترتش راب ده بتاعنا. هبتدي بقى ان انا احطها كده كل واحده بوحدتها واقصها واشيلها على جنب لحد لما اخلص الكميه اللي عندي. الكميه دي طلعت 10 وحدات او 11 واحده كده كويسين. هنبتدي بقى نحطهم في طبق كده واحطهم في الفريزر يمسكوا شويه، لان لو اشتغلتوا بيها كده على طول مش هتعرفوا تمسكوها، فلازم تتحط في الفريزر تجمد، وبعدين تطلع وهي جامده تروح عامل لها الغلاف اللي هو اللي بره اللي هو الدقيق انا طبعا عشان حاطه فيها بيضه من جوه فحطيت لبن، وحطيت اللي هو البقسماط. لكن لو انتوا مش حابين تحطوا فيها بيضه من جوه عادي، ممكن تحطوا البيضه في الطبق عليها شويه لبن، وتحطوا في الدقيق وبعدين البيض واللبن وبعدين البقسماط.
وبعدين تقلوها هتشوفوا النتيجة بتاعتها، بتطلع متماسكة، بتطلع القطعة قطعتها كده، طعمها وريحتها حلوين جدا. اللي يشوفها فعلا بفتيك بفتيك، ما فيهاش اختلاف عن اي، ممكن تكون لحمة حتى القطعة واحدة. بصوا هنا بعد ما طلعت من الفريزر اهي وهي متجمده، هنبتدي بقى نفتح كيس كيس كده زي ما هتشوفوا. وهبتدي بقى هنا حطيت طبق فيه دقيق، وطبق فيه شويه لبن، وطبق فيه بقسماط، وهبتدي بقى كده انزل بواحده واحده كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه ان انتوا ما تسيبوهاش تفك، عشان لو فكت مش هتعرفوا تمسكوها، فانتوا لازم تحطوها تحطوها وهي مجمده. دي حاجة. تاني حاجة اللي حابب يعملها، انا طبعا عشان عاملاها نفس شكل البفتيك عاملاها كبيرة كده ورفيعة، يعني لو انتوا حابين تتخنوها، حابين تعملوها زي الكفتة اعملوها عادي. دي كانت البفتيك بتاعنا. بصوا شكله، ممكن تعملوه صينية كاملة للعزومة بنص كيلو بس مش اكتر. طلعت كمية حلوة وريحتها وطعمها كان حلو جدا. اتمنى يكون الفيديوهات خفيفة على قلوبكم. بصوا هنا بدأنا نقليها بقى، بصوا بتتقلى نفس البفتيك بالظبط وبتدي نفس النتيجة. وانا حطيت كان عندي رز وحطيت سلطه جنبيها. انتوا حابين تعملوا مكرونه، حابين تعملوا اي حاجه، تاكلوها بالعيش زي ما انتوا حابين. وده كان منظرها اهي بعد ما خلصت. بصوا قطعه حلوه جدا، حجمها حلو. دلوقتي هنقطعها، هتشوفوا شكلها كمان من جوه مستوي ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوا الفيديو جاي، مع السلامه. اهو ده شكلها بعد ما قطعناها، بصوا من جوه عامله ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوا الفيديوهات جايه كتير وممكن لسه مكملين.